واصحاب الباصات يمشوا بسرعه. على اساس نحن معلقين بالجو ما نكون امنين. الصراحه الحرمه اقنعتني. اقل حاجه فوق لا في لا نقاط ولا مسلحين. والله العظيم اقل حاجه فوق لا في نقاط ولا مسلحين، يفتشونك بين كل غيمه وغيمه. او شفتي اجينا الطريق، تشتغل الطريق الى ايلات. مصلوده. هيا اجلسي دلادله. هيا بدايته. فينه مازن؟ بتوسع الكراسي قليل. قضوا على الخسارة. قدك تدريبي لما اشوف بطط متفارش. ما عملتوش حسابي على كراسي. يلا اعتمد على مقاصي شلني سنبل. دحين فين الخدوق دي؟ شوفي كيف عاقلت نحن معاقلة لا فوق الطيارة ولا اهلا في الراحة. اصلا برعة. اديك دار يا بي. الله لا حملني. وتحملوا اني القراقير. خدوق فينك يا بنت؟ تحيرتي شقنتيني. هي بطلوا حشوش انداني اجيت كذا. نحن شعب بلا امان، ما نصدق نخلي الواحد يقفي نقطعوا حشوش. يلا هيا حبيبتي تعالي، الرجال من اول قارع استاذ البترول بيكمل. هيا. ويه يا دريول او يا دريول؟ ملا خلاص امشي بس، الركاب مليان بطلوا قشع، لكن لازم الكراسي كلها تتعبي. ويه خدو خزيتي بلا ادي طياره مش بيقوت عدن صنعاء. دارية بس قدكم دارين بي، مش والفة على الطيران المحلي حقكم. تدروبي والفة اللي على اللفتهانزا. على كدابة الحرمة دي. اصلا انا بيني وبينك اعرفه، لما تكذب تفهق. عادك تقولي لي دار يا بي عشرة عمر. بعدين يا حشاشات. حبيبي أنا تأخرت لأنه استوقفني مدير المطار. شافني أول ما شافني قال وخدوق لازما ولابد تشرفي عندي المكتب. أصلا تدارين مدير المطار كان يشتيني زمان خطوبة. بس أنا اتدلعته، وبعدين عزمني على قلص شاهي ملبن واحد كرواسو. الإخوة المسافرون، نعم أبي نعم. نرجو التأكد من ربط الأحزمة استعدادا للإقلاع. هيا أبي ونفدى. هيا بنربط الآن السيور. اربطوا السيور. وي خدوق لا معك معروف. كل شوف لي حزام دبل اكس ال، يعني ما يقعش لا كرسي ولا حزام. وي لول حقي محتاجه لاش كلش اللي نصه. هيا قربوا يا حريم. ايش معانا؟ اقربوا بنهب لي سيلفي بس العصا اكتسرت. هبيله سيلفي. قربي اسمه سيلفي. يعني هذه صورة بس من الأمام. الصورة. ايه. قربي. يلا ذكريات. أنا بابان. ايوه تبعني. تشيز. يلا تمام. الآن بسوي لك قليل تعديل، بنزله انستغرام وبسوي هاشتاق وزاد اشتياقي. محمد سعد عبد الله. بنزل الصورة وبسوي هاشتاق اشطح. على يا الله بحسن الختام والعمل الصالح. سبحان الله. أو شكلي قلعت. ايوه قلعوني بك. ويخدوق دحين مو معي حببتيني اني لما داخل صنعاء. طيب اني عادي مسكين، الله تفرقي كيف مص السكر ومص الضغط والسرطان ولا خلابه وصله. أنا أشتي أرفع مستوى الوعي عندكم وأخليكم تطلعوا على تجارب الآخرين. عشان كده أنا بوديكم أكبر حدث تاريخي داخل البلاد.
شكلك بتودينا احنا مؤتمر الحوار الوطني. مؤتمر ايش؟ الحوار الوطني. نادي الثقافة هدوني قليل. الحوار الوطني خلاص. لا ده حدث جديد. حدث قلل. حدث قلل؟ ايوه. او قصفك. ايوه. ليكم بتودينا احنا تنصيب بحاح. ونحن ننصب بحاح لما هم بنات اخته بانكيمون. قلتوا كنه؟ بلا يا خدوك عليك حبه مو من حدث ده. حدث في مثل هذا اليوم؟ اصلا اني هبله اللي اشل حريم هبل زيكم. بلا وانت كمان يا خدوق اصلا الحدث ده اللي وقتين احنا في بولاوك. هذا مؤتمر تيدكس. ها. تيليكس. وانت قديمه. الناس قدوم يتعاملوا بالواتساب. واستاب. هذا تيدكس مش تيليكس. بلا مسلود الفيكس حقك. وين دول كنو ذاك اللي عملوا لنا للمتنع. بتقولي اللي مرخوب الظهر. ملي مش اللي مرخوب الظهر. ها مؤتمر تيدكس هذا مؤتمر يقول الناس يتكلموا فيه عن تجارب عن افكار يعني مؤتمر ثاني. ايوه مؤتمر ثاني يا خدوق. او ما اسمعين ويتكلموا بالناس. ما لا وهم يتكلموا يا ناس بس أو اهقعوا أو اهدنوا. أو البلاد مش ناقصه عاد لا كلام ولا مؤتمرات. البلاد تشتي له فعل. ها يا خدوق البلاد تشتي له فعل. الشعب زحفنا الهدره خلاص. ملي هذا مؤتمر الناس يتكلموا فيه مش كلام كده عادي يعني يعرضوا فيه تجاربهم الناجحه افكارهم الرائعه. دحين انا كيف افهمهم دون عجيز. صح ذكرت حاجه بتفهمكم تمام. تذكروا ذاك الليد المخرج اللي اخرج مسرحيه معك نازل اللي نحن مثلناه به؟ او ايوه مش مره من المرات اجاب بمؤتمر دولي اتكلم وتحدث كمتحدث عن تجربه نحن لما طلعنا المانيا. تذكرين؟ هيا ايوه. شفتوا اقول لك بنت اختي جابت لي اياته بالتليفون حقه. ايش شفتوا نفسي استحيتوا. اصلا ديك الايام كنتوا عجوزه بس عمري 17. عجوزه اتش دي. يا ماله. هيا هو نفسه ده المؤتمر رايحين له نحن. ذكرتيني بقهرتك. او ليش؟ نحن اللي اشتغلنا واللي تعبنا بالمسرحيه. شفتي؟ وهو اللي طلع يشتهر. شفتي كيف سواها سع راسه؟ ايوه. ما ودانيش حتى اتكلم له كلمتين. راح جاب لي لعبه اسمها العم فكري الله اعلم من فين جابه. وتنكر لنا ليش اني عقمه ما اعرف شهادات. صدقك والله العظيم لا تذكرونيش قدني مقهوره. ايوه قلبي وارم منه من ذاك اليوم. من صدق. تخيلي يشلوا المخرج ما يشلونيش اني خدوق. شفتي؟ كنت كده بالهم لهم المشاهدات داخل اليوتيوب. بالهم احسن من ذاك حقهم اسمه علي المراني مدري اسمه. ايوه كم قابلهم كم لم؟ مليون مدري مليون ونص مدري ولا هي شيء جنب حقي. ايوه اني لا نزلت يوتيوب كده بقلب المليار. ما شاء الله. بكتسح والدتك وكا وبكبد واهلاتي هذيك شكيره. تستاهل. بس اني على اعتبار للبيكه كمان نحن اصحاب. مسكين الليد. ايوه مسكين. ايوه والله العظيم. أبلك كذبة كذابة. أنا دي الحرمانة تعجبني. يلا دحين وين؟ بس على فكرة طلعوا الناس يا سلام. وش كيف نحن بنروح لهناك يعني صح معاهم ده دحين خبر نحن واقين منهم. هم ذكرنا عليهم. مش مننا أوراق ولا حاجة يعني. أو لا يا حريم اصبروا سامحوني. مسامح. أنا سمعت إنه هذاك المؤتمر ما يدخلونوش إلا بسمعة. أو سمعة؟ كيف؟ نسيتي حق عدن؟ ايش؟ لما اجيتوا لفلفتوا بنات اختي مشان ادخل المؤتمر هذا. اجيتوا عادني بدخل قالوا لي نو لازم تقدمي حقك السمعه قبله بشهر. وانا سمعتي كانت مش جاهزه ذاك الشهر. وين دول؟ أنا مطمنة لو على السمعة
أنا أول واحدة بيقبلوني. الحرمة فهقان، ونعرفها لما تفهق كذا يعني كذابة. عشرة عمر شلاسيس. بعدين ايش من سمعة هذه اللي تقولوا عليه قلقتوني؟ أوه 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 أوه. مالك إيش فيه؟ ايش في يا خدوق؟ ايش في؟ لما يسموناش سمعة ما يسموناش سمعة، ها ايش يسمونه؟ يسمونا سي في. يعني مدراني بالتطور. ويسمونا سيرة ذاتية. بعدين خلاص اطمنوا، أنا قد دخلت على الفيسبوك وعبيت الابلكيشن كامل. ما شاء الله. الحمد لله. وقلت لهم كده أي حد يعني يشتروا نحن الثلاث نحن ما نفترقش. ايوه. يشلوا نحن كده باكيج متكامل. ايوه. والحمد لله قبل يومين مدري 3 أيام رسلوا لي الاوكي. اي الحمد لله. بس انتوا انتبهوا، ها انا احضركم من دحين. خير. المؤتمر طويل جلس 8 ساعات. ايوه. بلا بتسكني لي بقزعني معي آكل. قدك تدريبي أقوع بعد صلاة الضحى. كانت بتقولي لي يا خدوق ببكر الا بعد صلاه الفجر بافق للكسب بنقح لكم ل 12 قرص خبز ولحوح وعسل بنجيبه نتناوس به. دنا بيخزوا بي الحريم، بيخزوا بي عند مازن والعيال والشله والشبيله. يا وي الناس هناك عاملين حسابهم، فاعلين اكل وشرب، فاعلين اوبن بوفيه. مش انت يعجبك الاوبن؟ انا يعجبني ذاك حق زمان اوبن دادور تذكري؟ حق سنه سابع. ايوه. على هي قصدي وبين ده أكل. هم يسووا اكل وحاجات، وكمان يوزعوا هدايا كذا، يعني يوزعوا شميط، يعني كل واحده منكم بتروح بشنطه. تمام هي أحسن. أنا حط الشنطة كده مقطعة. ايوه والله مليح. هم مش دائما يوزعوا الشنط دي السنه، وزعوا اكياس. نحن سوينا البروفا على السنة الأولى قبل ما نشوف حق اليوم. تفاجأنا اليوم في اكياس. معلش السنه الواقع احتمال يحملوا الهدايا بيدك. على الله كله على الله، الرزق من الله. شوفي الحمد لله على العافيه. وفي داخلة الشنط كمان يوزعوا هدايا وحاجات يجيبوا داخلتي. يجيبوا خواتم وزاخد الحاجات. لا يوزعوا هدايا كده وحاجات يعني وحاجات. كل ما رحنا تديكس جابوا قلاصات. لما هو يجيبوا قلاصات؟ كأنه شافوا بيتي بالاكواب. تفرقي يمكن شافوني وانا اتدغم بحق العسل. بس ما فيش دروع قلابيات؟ لا يجيبوا بس يجيبوا شمزان كده سودا بس تغبر سريع. وفي بيه كده تدكس مليان الصدر. تروحي بعد 3 أيام 4 أيام تروحي اي كوفي شوب تشوفي 14 واحد لابس له تخزي. لما هو بركة إنشاد المركز الوطني. في حاجات كده داخل كمان مش حاجات تانية كده يعني تانية؟ لا في قزمات حاجة؟ لا في كده قلامات وميداليات كده مدريش كيف حاجات تدحل نكرعبين احنا. بيكونوا يجيبوا لي حق الشنطة فاضية أنا بعبيها والله العظيم. ولا كانوا مدوا لكل واحد 2000 كان أحسن. والله العظيم. يلا والله كان أحسن لو هبوني 2000 بيدي ما راشد باك. بس لكن والله تعرفين فوق ده كله ما شاء الله اللجنة طلعت حلا. أصلا أنا بيني وبينكم يا حريم سامحوني، أنا سمعت إنه اللجنة ما تدخلش أي حد، تدخل المعرفة والوساطة. لكن بعد اللي شفتهم دخلوا نحن وهم يعرفوا نحناش. كنا سمعت نحن حلوة. الله لا حملني. على السمعة ولا على الدخول؟ لا على الدخول. الدخول. السمعة في 2 ضحكوا تاني باقي نتحاسب بعدين. حبيبي ليش قلبتي مالي؟ لي 3 سنين أقدم كمتحدثة ويرفضوني 3 سنين على التوالي. بس خلوني أشوف مازن حبشيدة كم بسبسه. طيب إن كم يقع له لوم ايوه وعتاب كمان. مش قلت ما يقبلوش الا اللي عندهم تجارب ناجحه وافكار. ايوه ماله. وانت شريك بدا الموضوع. يقولوا انك تتحدثين معه عقموا. شفتي؟ على حسن المتحدثين اللي يجيبوهم. نص المتحدثين يرطونون بالانجليزي تقول جدتهم تهات شر. والله العظيم.
أنا لعلمك إنني أكثر خبرة وكفاءة منهم. بس أنا أعرف إنه أو دارية ومتأكدة إنه اللجنة اللي تختار المتحدثين هذه حق ديكس حاقدين عليا. ايوه يدروبي اصلا لو نزلت أي خطاب بشتهر وبعطل عليهم الجو. ما لا خاف انتم يعني يرفضونك لانه افكارك سخيفه، انا اعرفك. لا بالعكس يا لول، أنا معي أفكار رهيبة. ما شاء الله. تصدقوا؟ بالثلاث المرات. أول مرة قدمت لهم فكرة تجنن. ايوه. بس رفضوني دون الباوعين. وايش كانت تقول؟ كانت فكرة رائعة وفكرة عبقرية. ايوه. عن كيفية إخراج البلاد من المأزق الاقتصادي اللي هي فيه. دلل على كدابة الحرمة دي. ولد الحرمة ولا تعجبني. الموضوع بسيط يا حريم، بسيط. كيف؟ لا يعكرونوش. كيف؟ يعني ايش هو الاقتصاد الوطني؟ ايوه. ايش هو؟ غير إلا بيت وميزانية بيت. أنا بفهمكم بأنزل لمستواكم. هيا. الموضوع كله بكله البيت. ايوه. البلاد زي البيت. ايوه. يعني قليل رز وسليط وأكل الشعب. ايوه. وقليل تسديد فواتير ماء وكهرباء. أيوة. يعني لا عاد يحبكم نيش. فكرتي العبقرية كانت تتلخص في كيفية تطبيق إدارة ميزانية بيت خدوق على إدارة ميزانية الدولة. عندي مالها دي شكلها خرافات. خدوق ما الاقتصاد الوطني مش اكل وشرب وبس. مصلوح. الاقتصاد الوطني عباره عن بنيه تحتيه، عباره عن موارد بشريه وطبيعيه، عباره عن ثروات. انا كذا سمعتهم يتكلموا بالتلفزيون. ايوه حتى انا سمعتهم. سمعتهم يقولوا طاقة وزراعة قليلة. وصناعة واستيراد وقصدير. واستيراد وقصد او قصفيك. استيراد وقصد حسك عند الشيشه والمداعه. مدمنه وحده. انتوا حاقدين، انتوا اكيد التنتين حاقدات عليا زيكم زي اللجنه اللي تختار. اكيد اني داريه. بس اني قلت دونت وري يا خدوق. لا تيأسيش. جو اهيد. ايوه. والسنه اللي بعده قدمت كمان خطاب تاني، بس برضه رفضوا انه الحاقدين دول اصحاب اللجنه. ايش من خطاب؟ قدمت فكرة عبقرية وخطة محكمة لضمان استتباب الأمن والأمان داخل البلاد. دي مالها دي واسمحي إن كان نحن من صبح ربي وأنت ترجع على الاقتصاد الوطني ولا فتهم نحن حاجة، عادك ما تتقفزيني على الأمن والأمان. صراحة يا حريم الله لا حملني. ولا حملني. بتحمله أنا ما دي المرة. أنا يا حبيبتي كل حريم الحافة يشهدوا لي بالنباهة والحنكة والحس الأمني العالي. أو الحس الأمني. أنا جالسة جنب الصبيحين. هذا الحس الأمني. أنا يا حبيبتي أجهض بهذا السن. ملا دلا خليني أكمل جملتين. جالسة داخل لقفين. ملا أنت. أنا يا حبيبتي أجهض 7 عمليات خيانة زوجية و13 تفخيخ منزلي داخل البيت داخل الحافة. أمانة دي الحرمة بتجيب لي جلطة. ايوه. على نفسي عبدو في شيء تعرف كل شيء. شفتي؟ اقتصاد وأمن. اسمعي، ليش ما تروح تشاركي في تشكيل الحكومة الجديد؟ طالما أنت خبرة والناس مساكين حوشانين. Exactly. This is my new talk. yes. What? تحت عنوان كيفية تشكيل الحكومات الجديدة في البلدان الحوشة اللي زي بلادنا. بس هذا لأنه الموضوع كبير ودسم. أنا بصراحة ماشي شهابول أصحاب تيدكس اليمن. ايوه. أنا إن شاء الله بطلع به هناك في تيد جلوبال في البرازيل. ايوه. حيامة خدوك رايحة البرازيل؟ ايوه خلاص قبلوني. قبل كده وي خدوك اطلب منك طلب بحق المخوة. اتفضلي. لقد طالع على البرازيل نزلي حبة ميكاسة خورانة. شكوبة ميكاسة؟ ايوه مش العيال بني يلعبوا به. ولا يهمك عيوني. هيا حبيبي. ده لا شفين. يا ساتر ايش ده؟ كان الطيارة بتقلب نحن من الباطل والكذب حق خدوك. يا ابني ملا سوق دلا. دلا يا دريول.
كنا عمود القفري مش ناقص. أو دلا مالك ايش فين دلا؟ ايش في ايش الصياح؟ عاد تعال كرفني. تفرجي على واحد مالك كده تتقفز بالطياره ما لعبتش وانت جاهل. لا اله الا الله، انا ما العبش. هذه مطبات هوائيه. وحتى فوق في حفر ومطبات. بلا اعدار واهيه لو سمحت. ايوه. ايش ما تعرفش تسوق؟ كله الا سكان وزرارين وقليل بجير. قولي له. لما تعرفش مسكر السكان اللي باقي. حتى ده تعرفي له. بسيط اصلا. حياتك يا خدوك هميتي له مليون ديمو برك يا قلبي. ايوه انا قلبي وارم. لكن كله منهم يعني انا ده كله منه من مخرجات مخرجات التربيه والتعليم. تبهرروا لي. او ده كله من مخرجات التربيه والتعليم. خرجوا لنا احنا دكاتره ما يعرفوش يمزوا قليل صنفور. خرجوا لنا احنا مدرسين ما يعرفوش ابجد هوز. وخرجوا لنا احنا طيارين ما يعرفوش يسوقوا قليل طياره. من صدق قليل طياره. صدق والله. والله العظيم. فين ايام زمان. فين ايام الطيارين اللي من صدق. الله يرحمك يا عباس بن فرناس. لا غيبكم يا اخوان رايت. من صدق كانوا ملهمين. أنا بصراحة ما كانش أطمن ولا يلهمني اللعب هذه. وين نتكلم عن الطيارة مش الدباب. من فضلك كل واحدة على قد طموحاته. انطلق يا خدوق. هي هذا الخطاب اللي قدمته والفكرة الرائعة اللي قدمته للسنة الثالثة اللي رفضونا دي السنة صحبت ديكس برضو صحت صدعة. اللي هي كانت عن مخرجات التربية والتعليم. تمام والله العظيم. بس تخيلي يا لول يرضيك انهم يعني يرفضوني 3 مرات. يرضيك في بهم الخير. مين؟ اصحاب اللجنة. ليش؟ يعني عادة في ناس طيبين بالبلاد. ان كان من صبح ربي وانت ترعدي وتغني ولا افتهم لي احنا حاجة ولا افتهم لي الاقتصاد الوطني راسه من الرجولة من بعد. افتهم لك حاجة اسمك. فهمت مسح الرواق أول ما فهمتش. فهمت مسحاق ما فهملكش انت. شوفي عادة الشام يقبلونك إن كان نحن ما فهمناش كيف بيفهمونكم. أنا أصلا خطاباتي موجهة للنخبة. هيا الحمد لله إن احنا مش من النخبة. هيا نحن مش من النخبة. إيش ده؟ شفتي على قلابة قلبت بالناس قلب أو عيب. الناس حشمونك وعزنك وعزمونك تحضري وتشاركي حقهم التيدكس وخرطيهم ده الخرط كله. أو قصفك كده لا عاد بقيتي ولا خليتي. وخرجتيهم عيوب البقلة. وخرجتي حقهم المتحدثين كلهم ما يفهموش انت الوحيدة اللي تفهمي. هذا كله ليش ما قبلونيكش. لكن تصدقوا هذا هو عيب البلاد. هذا هو عيب بلادنا. كل واحد مننا يشتي يسمع صوته وما يشتيش يسمع صوت الآخرين. أرهقت. كيفني يا نوري؟ تجليتوا بالخطابة؟ أنا جمهور معك. على فكرة تنفعي تكوني متحدثة. والله. شوفي على مسافعة. مالك منه. والله إنك حليتي الفكرة براسي. هيا دحين أني إكراما لك وعنادا له بقدم السنة الواقية في تيدكس وكبتقدم كمتحدثة وإن شاء الله إنني بتوفق. لكن وديني وما أعبد يا مازن. لو ما تقبلونيش بفعل لكم قشعة أخص من قشعة خدوق. وعادك ما تعرفنيش مرابطني إلا حزامي. أو ده لاش في مالك. لا تقلقوش هذه مجرد مطبات بسيطة. أنا مسيطر على الوضع. الطيار فهق وحريم. وأنا أعرفه لما يبغى يكذب. 10 عقو و10 قوي يا حريم. مالك ده لا. أقول لكم ثقوا فيبي. أنا بوصلكم بالسلامة. قال بالسلامة شاهقا. يعني بنموت يا حريم. وشبكتي بتروح هدر. يعني بنموت يا سواق. لا تخافوش أقول لكم. أنا أؤكد لكم بنعيش.
قال برعش ويفوق ويفوق. خرج اللي تحتك في سترة نجاة دخلوا ما نقاط تحديد الساعة. مش نجاة صاحبتك سترة. ملا بس نزلنا احنا نزل. ملا نزلنا احنا معاك نازل.